السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخنا. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير يا رب. اليوم جبت لكم الحلوه اللي كامل تعرفوها، البنينه اللي هي الكعكعات بالطليه. هذه الحلوه كنت درتها في العيد لكن ما كانش عندي الوقت باش نحطها. بما اننا في موسم تاع الاعراس والافراح حبيت نشاركها معكم. لكن قبل ما نبداو فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات باش يلحقكم كل شيء جديد. وبلا ما نطول عليكم ندوز الوصفه. اول حاجه عندي هنايا 3 كيلات تاع فرينه، حوالي 800 غرام تاع فرينه. حنضيف عليهم 2 ملاعق صغار تاع فانيلا، و2 ملاعق صغار تاع حليب بودره، و2 ملاعق صغار تاع سكر غلاس. وبطبيعه الحال القرصه تاع الملح ما نساوهاش. الان حنضيف عليهم كيلة تاع الزبده، حوالي 400 غرام. الزبده تكون دائما نصف الكميه تاع الفرينه، يعني 3 كيلات بكيله، ولا 800 غرام تاع فرينه ب 400 غرام تاع زبده تكون بوماد، يعني يكون خرجناها مقبل. حنبسس مليح هذيك الفرينه وحندخل فيها مليح مليح هذيك الزبده كيما راكم تشوفوا. بعد ما دخلت مليح هذيك الزبده في الفرينه، عندي هنا نص كيلة تاع مزهر وماء، نص كيلة بين مزهر وماء. حنبدا نلم في هذه العجينه. هنا ما تعجنوش كامل العجينه، لموها فقط. هنا العجينه اذا كنتوا راح تخلوها تريح ساعتين ديروها طريه، لكن اذا كنتوا راح تخلوها ليله كامله ديروها شويه طريه بزياده باش تشرب هذاك الماء وتصبح معاكم عادي. هنا كما قلت لكم انا استعملت فقط نص كيلة تاع ماء والمزهر، وهذا هو القوام اللي نحتاجه. بعد ما كملنا رايحين نغلفوا العجينه ونحطوها في الفريجيدار تريح، ولا كنتوا فصل الشتاء عادي تخلوها برا. هذا هو القوام اللي لازم نلحقوه، لازم نلحقوا العجينه كما راكم تشوفوا ما تشققش معانا. الان ندوزو باش نوجدوا الحشو. عندي هنا 600 غرام تاع لوز، كنت رحيته رقيق، تقدروا تستعملوا الكاوكاو. جاتني بالكيله اللي كيلت بها الفرينه 3 كيلات ناقصين شويه. حنضيف عليهم نص كيلة تاع سكر، وحنعاود نرحيهم مع بعض باش يذوب لي مليح هذاك السكر ويدخل لي كامل في اللوز. والان هاوليك هذاك اللوز بعد ما رحيته مع السكر، شوفوا كيفاش داب لي هنا كامل هذاك السكر. حنضيف عليهم ملعقه كبيره ونص تاع زبده تكون طريه. وايضا حوالي ملعقه صغيره تاع ليكستريت فاني، وحندخل مليح هذيك الزبده في هذاك السكر واللوز. بعد ما دخلت مليح الزبده في هذا الحشو، حنبدا نضيفه في المزهر وما مطورين نعجن فيه باش ندوب كامل الحبيبات تاع السكر اللي قعدوا. وهنا هذه الخطوه مهمه باش يخرج الحشو تاعكم معسل.
هنا حنبقاو نضيفو في المزهر حتى نتحصلوا على حشو يكون طري بزياده شويه ومعسل، على خاطر انا رايحين نخليوه يرتاح. لكن اذا خليتوه ريح وبعد ما خرجتوه لقيتوه بلي راهو ناشف شويه، ما تخافوش، ضيفوا له شويه مزهر حيعاود يولي كما كان. كما راكم تشوفوا هذه هي لا تيكستور اللي راح نحتاجوها. والان بنفس الطريقه رايحين نغلفوه وندخلوه الفريجيدير ونخلوه يريح. بعد ما ريح الحشو والعجينه ايضا كنت شكلتهم على شكل كريات. الكريات تاع العجينه كنت درتهم 30 غرام، والكريات تاع الحشو كنت درتهم 15 غرام. وهنا كما راكم تشوفوا الحشو بعد ما شرب جا طري ومعسل وما نشفليش كامل. وايضا العجينه بعد ما ريحت شوفوا القوام ديالها كيفاش راهو. كنت جبت لي مول تاع الكعكات اللي القطر ديالهم 7 سنتيم ورايحه نخدم بهم. نجيب كريه من الحشو وحنحلها على سمك يكون رقيق بزاف، يعني نحلها حتى تولي شفافه على شكل مستطيل. بعد ما حليت العجينه رقيقه بزاف كيما راكم تشوفوا حتى ولات شفافه، جبت كريه من هذاك الحشو وشكلته على شكل حربوش وحنحطه فوق العجينه وحنبدا نغلق فيها غير بالعقل. ومام وانا الرولي نغلق مليح هذوك الحواف من كلا الجهتين. وبعد ما نروليها نغلقها مليح باش من بعدها في الفور ما يخرج ليش الحشو. الان بعد ما غلقتها مليح باش ما يخرج ليش الحشو حنجوز ندير فتحه من جهه والجهه الاخرى نرققها شويه وندخلهم في بعضهم وحنغلقها مليح مليح. والان هاي ليك الحبه بعد ما سقمت لها الشكل ديالها حنحطها في المول ورايحه نضغط عليها باش يخرج لي الشكل تاع المول. ورايحه نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. بعد ما كملوا كامل الحبات ندخلوهم الفرن كنا شعلنا له مسبقا، نخلوهم يتحمروا غير شويه ما تحمروهمش بزاف. بعد ما تخرجوهم نحيوهم من الليمون وخلوهم حتى يبردوا تماما. نجوزو باش نوجدو الطليه. عندي هنا كيلو تاع سكر غلاس حنضيف عليه ملعقه صغيره تاع ملون ابيض، وكنت خلطت ايضا فنجان تاع لاتاي تاع حليب، فنجان تاع لاتاي تاع زيت، وفنجان تاع لاتاي تاع المزهر. حنضيفو على هاد سكر غلاس وحنبدا نعجن في هاد السكر غلاس حتى نتحصل على عجينه تكون حاكمه روحها.
الان هنا عندي جو د سيترون، حنبدا نضيف فيه غير بالعقل وحنبدا نفتح الطليه. الحاجه مليحه في الطليه انه تبقى لكم مده طويله وهي طريه، وايضا كي تفتحوها بجو د سيترون حيجي فيها ريحه تاع القارص ومتجيش كامل تقهم. الان هذا هو القوام تاع الطليه اللي راني حباته. هنا الطليه ما نحبهاش تكون بزاف ثقيله باش من بعد كي نديرها الحبه ما تجينيش بزاف لاكوش تاع الطليه خشينه، وايضا ما نديروهاش بزاف خفيفه باش من بعد ما تجيناش ترونسبارون تاع الحبه. رايحه نغطيها وحنخليها ترتاح. لان هاي ليك الطليه بعد ما ريحت حندوز نطلي كامل الحبات، حنفرغ فوقهم كميه مليحه تاع الطليه باش يتغطاو لي كامل من الجهات، وحنبقى نخبط فيهم هكا غير بالعقل باش يهبط كامل الزائد تاع الطليه. حنكمل كامل الحبات بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. بعد ما نكملوا نطلو كامل الحبات حنخلوهم يباتوا ليله كامله، لازم يقعدوا ليله كامله باش ينشفوا لنا مليح. والان هاملك الحبات بعد ما خليتهم نشفوا ليله كامله، هنا ندوز نحي لهم كامل الزائد تاع الطليه. هنا تاني كنت جبت الناكخي حنجوزو كامل على الحبات كما راكم تشوفوا. هنا شوفوا الفرق بين الحبه اللي فيها الناكخي والحبه اللي ما فيهاش. الحبه اللي فيها الناكخي كيفاش راهي تبريي. بالنسبه للتزيين اللي حنستعملو انا كنت هنا خدمت هاد الورق وهاد الوردات في الدار، كشنها ان شاء الله حشارك معكم طريقه تاع الصنع ديالهم. اذا حبيتوا تقدروا تشروهم واجدين من برا، حندير لهم شويه الجلوكوز كما راكم تشوفوا وحنلصقهم فوق الحبه بهاد الطريقه. حنكمل كامل الحبات بنفس الطريقه ونتلاقى ان شاء الله على طبق التقديم. والان هاي ليك حلوه بعد ما كملت زينتها. انا كنت استخدمت ايضا هذا الموتيف اللي راكم تشوفوا فيه من غير الورقه، جات الحلوه بزاف بزاف شابه وبزاف بنينه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات بيلحقكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفه جديده ان شاء الله.